خلينا نفترض مثلا ان السيجاره دي في المتوسط فيها يعني 17 نفس، وخلينا نفترض انك هتشرب لك في اليوم علبه، يعني 20 سيجاره ب 340 نفس. شهريا هتلاقي سعادتك بتشرب 10200 نفس، يعني في السنه 122400 نفس. وطبقا للاحصائيات اللي بتقول ان اغلب المدخنين بيبداوا بتدخين من سن 18 سنه، ولو هنفرض انك هتفضل تدخن لحد سن ال60، يعني هتقعد 40 سنه تقريبا بتدخن، فهتلاقيك طالع ب 4,900,000 نفس. 4,900,000 ذنب هتقابل بيهم ربنا من حاجه واحده بس، الحاجه اللي انت بتعملها يوميا بشعور لا ادراكي ومن غير ما تفكر. خلاص يعني السيجاره بقت صباع سادس ليك تتحكم فيك. عمرك ما سالت نفسك انا ليه بشربها؟ بستفيد منها ايه؟ ده غير المشاكل النفسيه والصحيه والماديه اللي بتاثر بالسلب عليك وعلى اللي حواليك. يا ريت تعيد نظر في الموضوع دوت وتفكر فيه، بس بنيه صادقه عشان ربنا يتوب عليك. ولو انت عايز تعرف ايه العداد اللي شغال ده، فده عدد الناس اللي ماتوا بسبب التدخين خلال الدقيقه اللي احنا كنا بنصور فيها الفيديو ده. فاحنا في اخر الفيديو عايزين نوجه رساله لكل مدخن، نقول له ايه بقى؟ استرجل وبطل تدخين.